أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون. بداية أدعوكم للاشتراك بقناة الأفضل ليصلكم كل يوم مقطع جديد ممتع. لا تقلل أبدا من أهمية لغة الجسد، فقد تغير بضعة حركات صغيرة مسار حياتك، مثل تذكر الابتسام عند تسليم باليد في مقابلة عمل. على الرغم من أنه شيء سهل، إلا أنه سيظهرك بشكل عملي ومنفتح أيضا. واليوم سنحدثك على حيل في لغة الجسد قد يصعب تعلمها، ولكن تستحق تجربتها والإصرار على أدائها، وستغير حياتك تماما. أولا، الحفاظ على الاتصال البصري. العيون من أهم أدوات لغة الجسد، ولكن الكثير من الناس لا يستطيعون الحفاظ على الاتصال البصري. لحسن الحظ هناك بعض التقنيات التي ستجعل الحفاظ على الاتصال البصري أسهل، ولن يجعلك تبدو كما لو كنت تحدق في عيون من تتكلم معه، ومنها أن تجعل عيونك تحوم حول وجه من يكلمك وليست ثابتة. وبعدها ستجد أنه من السهل عليك الحفاظ على الاتصال البصري وجها لوجه مع الآخرين. ثانيا، اجعل يديك مرئيتين. في بعض الأحيان قد تشعر أنك لا تعرف ماذا تفعل بيديك، خاصة لو كنت شخصا قلقا سهل التوتر، ولذلك قد تضطر لوضعهما في جيوبك أو تشبك ذراعيك، وهي حركة مفهومة ومبررة لك، ولكنها ستظهرك بشكل سلبي لدى الآخرين. ثالثا، لا تتملل أو تتمايل. البعض من الناس يشعرون بالرغبة بالحركة طوال الوقت، والبعض الآخر يشعر أنه يستطيع الجلوس بثبات بسهولة، وللأسف يعتقد معظم الناس أن كثرة الحركة تدل على الخوف أو عدم الصدق. أكد الخبراء في لغة الجسد أيضا على أنه يجب القلق من الأشخاص كثيري الحركة والتمايل، فقد يدل ذلك على رغبة في القتال أو الهرب بعيدا. رابعا، اجلس مستقيما. ولذاك كان على حق كلما نبهوك للجلوس مستقيما في مراهقتك وطفولتك، فالجلوس مرتاحا على ظهر المقعد مع القدمين الممدودتين قد يعني أنك غير مهتم بالمحادثة، خصوصا في مقابلات العمل. وعلى العكس، فالجلوس مستقيما يظهر الكثير من الثقة بالنفس. خامسا، تمشى بهدف وطاقة. لا يمشي الكل بثقة، فالبعض يمشي بخطوات مترددة مع تمايل يمينا ويسارا. قد يصعب تعلم المشي بطريقة صحيحة في عمر متقدم، ولكن هناك خطوات قد تساعدك على ذلك، مثل ممارسة الرياضة والتركيز في خطواتك، وسيجعلك هذا تبدو أكثر ثقة وجاذبية. سادسا، محاكاة لغة الجسد الخاصة بالآخرين. محاكاة لغة الجسد الخاصة بالآخرين أو التشبه بها هو شيء صعب بالتأكيد، ولكن فعل هذا يظهر الموافقة والإعجاب الذي تشعر به تجاه الشخص الذي تحدثه. في هذا السياق ننصحكم بقراءة كتاب المرجع الأكيد في لغة الجسد للكاتبين آلين وباربرا بيس. تجدون رابط شراء هذا الكتاب في مربع الوصف أسفل الفيديو. شاهد أيضا. تفضل بالاشتراك في قناة أوديولابي الآن. استمع إلى أروع المقالات والملفات الصوتية وحملها مجانا عبر موقعنا www.audiolabi.com. أوديولابي، شارك المعرفة.